على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال العقدين الأخيرين من الزمن، إلا أن الكثير من الكنوز يتم التوصل لها عن طريق الصدفة وليس من خلال الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف العديد من الكنوز والدفائن التي تحتوي على كميات كبيرة من الذهب والمقتنيات الأثرية التي تعود إلى العصور القديمة في عدة مدن ومناطق. وبحسب مصادر محلية، فتم اكتشاف كنز ثمين جدا وكميات كبيرة من القطع الذهبية التي لا تقدر بثمن في إحدى البلدات على يد رجل فقير. ما سبق حدث بالفعل مؤخرا، حيث عثر مزارع على كنز بملايين الدولارات مدفونا تحت الأرض خلال أعمال حفر في مزرعته بولاية كنتاكي الأمريكية. يتكون الكنز الذي تم العثور عليه من عملات ذهبية تعود إلى فترات الحرب الأهلية الأمريكية، حيث يزيد عددها عن 800 قطعة نقدية ذهبية وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. نشر تاجر عملات مقطع فيديو في 9 يونيو الماضي كشف فيه عن هذا الكنز الذي اكتشفه الرجل الأمريكي. وفي الفيديو يمكن سماع الرجل المجهول الهوية وهو يحدد عملات ذهبية بقيمة $1 و10 و20 دولارا من بين الكمية التي عثر عليها، مضيفا أن الاكتشاف كان أكثر الأشياء جنونا على الإطلاق. بحسب تقرير نشرته جريدة ذا جارديان البريطانية، تعود العملات التي أطلق عليها كنز كنتاكي العظيم إلى الفترة من عام 1840 إلى عام 1863. يتكون الكنز من $1 أمريكي و10 دولارات من الذهب الحر و20 دولارا ذهبية، بالإضافة إلى عدد قليل من نسور الحرية المزدوجة الذهبية التي صدرت عام 1863 بحسب العربية. الموقع متخصص بتجارة العملات إن هذا الكنز يحتوي على تاريخ نادر للغاية، نادر على جميع الأصعدة، مضيفا أن الاكتشاف الأكثر روعة في هذا الكنز هو حوالي 18 عملة ذهبية من طراز B20 وتعود إلى العام 1863، وهي واحدة من أندر العملات في العالم. هذه عملة غالبا ما يصل سعرها إلى مبلغ مكون من 6 خانات، أي أكثر من $100,000. يقول مالك الكنز: لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الاكتشاف، لأن الرقم المذهل الذي يزيد عن $700 ذهبي يمثل كبسولة زمنية افتراضية لعملات تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، بما في ذلك عملات معدنية من دار صك العملة في جورجيا، والتي عملت من عام 1838 إلى عام 1861 ولم تنتج سوى عملات ذهبية. يذكر أن وقائع العثور على كنوز بمحض الصدفة تكررت كثيرا. ففي واقعة أخرى عثر شاب سوداني يعمل رعي أغنام يعمل بولاية سنار على كنز من الذهب، حيث لم يتوقع الشاب السوداني الذي يبلغ من العمر 18 عاما أن صدفة سعيدة ستقلب كيانه رأسا على عقب وتحول حياته من الفقر إلى الغنى في لحظات. وتضاربت الروايات حول تفاصيل هذه القصة. قال البعض أنه وجد بالصدفة جرة مليئة بالذهب، حيث حظى بفخارة أثناء استرخائه بعد أن جرفت السيول التراب حولها، وما انكشف الجزء العلوي منها حتى ضرب بعصاه الجزء المكشوف ليتفاجأ بوهج الذهب، فأخرج الجرة وبداخلها أساور وقلائد وسبائك ذهبية مختلفة الحجم والوزن.